بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلام المصري أنا أقدر أقول عليه بكل موضوعية هو إعلام موبوء وبيعاني من كوارث يعني على كافة المستويات. سيبنا دلوقتي من البرامج السياسية اللي هي فضيحة في حد ذاتها اللي بيعمله أحمد موسى والديهي ومحمد لباس وعمرو أديب وعماد أديب وكل الأشكال دي. دي جرائم إعلامية يعني المفروض دي تؤخذ لما في كلية الإعلام كده يحبوا يقولوا للطلبة إيه الجريمة، إيه خطايا الإعلام المصري، يجيبوا لهم البرامج دي. لأن الإعلام هو أنا بقوم بمهمة إعلام، أنا زي المدرس في الجامعة أو بفهمك حاجة، بشرح لك حاجة. ينفع أنا يعني أشرح لك حاجة وأنا عايز أقنعك بحاجة أنا في دماغي؟ يعني ناس عايز اطوع الخبر واطوع الاحداث وافسرها بشكل يتوافق مع ميولي السياسيه ومع انتمائي السياسي. ده انت شوف قناه سي ان ان مثلا. ترامب كل ما مراسل بيساله سؤال في البيت الابيض يقول له انت تبع ايه؟ يقول له تبع سي ان ان. اه سي ان ان بتاعت نشر الاخبار الكاذبه، سي ان ان بتاعت التضليل، يعني بيشتمهم شتايم مقزعه. ومع ذلك عمر المراسل ما بيرد عليه، ولا قناه سي ان ان بتاخد موقف. عادي جدا، ولا لان هي فاهمه ان الاعلام مش ده دوره انه ياخد موقف. الاعلام مش ده دوره انه ياخد موقف. حتى لو واحد شتمه، ده انا ارد عليه او يعني في مجال تاني مش في الاعلام. انا مهمتي اشرح لك الحقيقه بكل موضوعيه، مش اعبر عن وجهه نظري وعن موقفي السياسي وعن انتماءاتي وعن عواطفي. مش دور الاعلام خالص دوت. هذا خطأ جسيم. ومع ذلك هنسيبنا من الكلام السياسي الحقير ده بتاع اللي بيعملوه الجماعه دول. انا بس بتكلم على البرامج اللي بتيجي في التلفزيون وعلى الحاجات اللي بتظهر في التيك توك واليوتيوب وكده. هبدا بالاخيره اللي هي بتاعت التيك توك والحاجات اللي بتظهر، اللي بلاقي ان صيادله بقت موضه بقى. موضه. مئات الصيادله بيطلعوا يوصفوا للناس دواء ادويه. يا اخوانا ايه ده ايه ده؟ وفي اطباء كمان بيوصفوا للناس ادويه واغذيه وياكلوا ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ده ابسط قواعد الطب. يعني انا لما كنت في السعوديه، شوف السعوديه عندها تامين صحي شامل لكل الشعب والاجانب كمان، اجباري بالقانون. السعوديه عملت تامين صحي، مصر مش عارفه تعمل تامين صحي. يعني انا لما كنت في السعوديه كنت قاعد في الرياض، كان في جنب فتره يعني قعدت في الرياض، كان في جنب البيت عندي مستشفى اسمها مستشفى عبيد. كل اللي عايش في الرياض عارفها يعني. دي من اقدم مستشفيات الرياض. انا كنت بروح امشي اي شكوى عندي انا واسرتي بنروح مستشفى عبيد. ممكن اروح في حاجات تانية بس دي تكون اقرب وكويسه يعني. عامل لك ملف هناك قبل ما بتخش بيجي عليك الدور قبل ما بتخش للكشف. طبعا ما بتقعدش تستنى 50 ساعه، انت بتحجز بالتليفون بيقول لك تعالى الساعه 8. بتروح انت 8 بيبقى فاضل 10 دقائق بتاع ربع ساعه بتخش. مش هروح اقعد من الساعه 5 اقعد 3 ساعات. مفيش كلام ده، مفيش حاجه كلام من ده. هو بيعملوا يعني استيميشن كده، المريض بياخد مثلا ربع ساعه او ثلث ساعه بالكتير قوي، وهكذا بيحسب لك الوقت بتاعك كده بالطريقه دي. اول حاجه بيقولها لك الطبيب ايه اول ما بتخش، قبل ما بتخش بيكون الملف، التذكره بتاعتك متدبسه مع الملف بتاعك، جابوه من الارشيف بتاعك دلوقتي بقى بالكمبيوتر يعني. فالطبيب بيقرا بيستعرض ملفك بسرعه، بيعرف عموما الامراض اللي جات لك قبل كده والتحاليل والبتاع تك 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 تك. فانت بتخش تكلمه. ايوه عندك ايه خير؟ تقول انا والله باكل مش عارف بتعب اي حاجه يعني. طيب انت بتاخد ادويه ايه دلوقتي؟ تقول له انا بتعالج من كذا وباخد دواء كذا وباخد فطار وغدا باخد دواء ومش عارف ايه ده يعني ده اي دكتور بيحترم نفسه عشان لما يوصف لك دواء، ممكن دواء يكون بيعالج المرض اللي عندك لكن يضرك في عندك مرض تاني هيضره. ده فيتامين د اللي عاملين الناس تعبعبه ده ممكن يعمل فشل كلوي. لو زي يا اخوانا ايه ده اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ ده في حاجه اسمها التسمم بالفيتامينات في، ولا يقول لك اشرب ميه اشرب ميه اشرب ميه. يا اخوانا ما في حاجه اسمها تسمم بالميه. يا اخوانا ما فيش حاجه اسمها وصف دواء على الهواء. ما فيش حاجه اسمها وصف دواء على الهواء سواء من طبيب او من صيدلي.
دي جريمه، دي جريمه اباده. دي اسمها انت بتقدم جريمه اباده. لان الشخص اللي بتقول له خد فيتامين د ده، ممكن فيتامين د ده يكون يعمل له فشل كلوي، يعمل له مشاكل. ده الحاجات دي لازم تكون شخصيه، يعني الطبيب يشوفك ويفحصك ويعرف تاريخك المرضي وبعدين يوصف لك العلاج، وممكن يطلع برضه ده غلط برضه. يعني كلنا بنشوف الواحد بيتعالج غلط. انا عندي بنت اخويا شخصوها عندها روماتويد، قعدت 7 8 سنين تاخد دواء روماتويد، وبعدين قالوا نوديها لدكتور تاني كبير. قال لهم مين قال لكم عندها روماتويد؟ ولا عندها روماتويد ولا حاجه. البنت قعدت تاخد مسكنات 10 سنين عشان الروماتويد، وهي ما عندهاش روماتويد ولا حاجه. وده ايه؟ ده فحص. اشحال بقى اللي على الهوا يقول لك لو بتحس بالام مش عارف ايه خد ايه، لو بتحس مش عارف ايه خد. الجماعه اللي هي الادويه اللي هي بتاعت المقويات الجنسيه دي، اللي هي زي الفياجرا والحاجات اللي هي تدافيل والتدلافيل الحاجات دي كلها بتعمل ارتشاح بتعمي. الحاجات دي كلها بتعمل ارتشاح في الشبكيه. لما تاخدها كتير بتعمل ارتشاح. اقرا كده، هات اي دواء من اللي بتاخده لو انت بتاخد ادويه مقويات دي، تدلافيل، فياجرا، اي حاجه، هتلاقي كده من الاعراض الجانبيه قد يسبب ارتشاح في شبكيه العين. الارتشاح ده مقدمه العمى يا اخوانا، ما يصحش يا اخوانا، عيب تبربع دواء من غير ما الدكتور يوصفه لك. عيب، هتودي نفسك في 60 داهيه، هتودي نفسك في 60 داهيه. روح لدكتور، ولو انت الحاله صعبه خد راي، معلش هتغرم شويه، خد راي تاني. يعني انا متعود بعد بقى التجارب السيئه، انا في سني ده خلاص جربت بقى، شفت دكاتره ولاد يلا الله يسامحهم. الدكتور مستعجل عايز يكشف على 5000 مريض، مش فاضي يحقق معاك ولا يعرف ايه دورك. فانا ما باخدش راي دكتور واحد لما يكون حاجه صعبه. يعني انا ببدا بعمل ايه؟ بروح لارخص دكتور الاول، مستوصف كده جنبي، اروح اشوف هيقول لي ايه. ما اسمعش كلامه، انا اوكي ايوه انت تشخيصك كذا وعلاجك، طب شكرا، وبعدين اروح لدكتور كويس بقى واواجهه، اقول له بص الدكتور ده كتب لي اهو، انت بقى رايك ايه؟ هنا بيضطر غصب عنه بقى يتريث. لازم اخد معاه الملف بتاعي واجبره يقراه. لازم كل واحد يعمل ملف طبي، حط فيه كل الروجيتات وكل الادويه وكل الحاجات اللي صرفتها قبل كده، وحطه قدام الدكتور، حطه في عين امه، قول له ده ملف الطبي اتفضل اقراه. النهارده اقل كشف 400 500 جنيه، يقرا ملف 5 دقايق يفر كده ويشوف ايه. اوعى تروح للدكتور من غير ملفك الطبي. اياه كل واحد ينزل دلوقتي لما يجيب من المكتبه بتاع بلاستيك، الظرف البلاستيك ابو سوسته ده، ابو كبسونه ده، كل روجيتا صرفتها تحطها فيه، كل دواء خدته حط العلبه الكرتون، فتفتحها كده وحطها بحيث يعرف انك خدت الدواء ده. يبقى تجبره على انه بيفحص حالتك، تاريخك المرضي، لازم يبقى عارف تاريخك المرضي. هو لو انت ما قدمتش كده هو هيستسهل، يقوم كاتب لك اي دواء، يقول لك تعالى الاستشاره، هتيجي تقول له ايه؟ ما عمليش نتيجه، يقول لك ليه انت بتاخد ايه؟ طب خد الدواء ده وخد ده، يوديك في 60 داهيه. ادويه الضعف الجنسي اللي هي التدلافيل والفياجرا، اقرا. انا ما بقولكش، انا مش دكتور، انا بشوف البتاع البروشورات اللي موجوده جوه علب الادويه كلها مكتوب فيها يسبب الارتشاح في العين، في الشبكيه في العين. الارتشاح ده انفصال شبكي، يعني ان شاء الله اخرته العمى. عايز تعمى عشان تعمل علاقه حميمه، وان تعمى في الاخر هيفيدك بايه العلاقه الحميمه؟ ما تاخدش ادويه من غير وصفه الطبيب، ما تاخدش ادويه من التيك توك ومن اليوتيوب، ما تاخدش فيتامينات على مزاجك، ما تاخدش اي دواء من غير فحص الطبيب. وتروح واغرم شويه، روح لطبيب رخيص وبعدين روح لطبيب غالي، وواجههم ببعض عشان تجبر الطبيب الغالي انه يشوف حالتك مظبوط، مش تك 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 تك. حافظ هو سيادته مش فاضي، عايز يبني العماره، مش فاضي. الطب بقى تجاره، لذلك لازم تامين صحي شامل للشعب كله. لازم تامين صحي، وكل مواطن يبقى ليه ملف على الكمبيوتر بحالته المرضيه من ساعه ما كان في بطن امه، وهو في بطن امه كده يبقى الملف فيه كل حاجه من وهو في بطن امه، لان ده بيأثر على كل الامراض اللي هتجيله بعد كده. ايه ده؟ احنا في القرن الواحد، انت في نهايه القرن 21.